صائمون الله أعلم. يا مروة يلا يا بنتي بسرعة شوية، عايزين نلحق نتسحر الأذان، خلاص فاضله نص ساعة، شهلي يا حبيبتي. حاضر يا ماما. هو احنا كده عيلة اللحظة الأخيرة، نسيب كل حاجة لآخر لحظة وبعدين نقعد نصربع نفسينا ونقول بسرعة وشهلي ومفيش وقت. معلش يا اخويا معلش، المهم ان احنا بنلحق. يا مروة هاتي العيش معاكي من المطبخ وانت جاية. يلا يا عمر انت بتعمل ايه عندك يا ابني؟ كنت بشوف اعلانات المسلسلات اللي جايه السنة دي، ده رمضان هيبقى جامد طحن. شكلك ناوي تقضيها مسلسلات. العيش اهو، على فكرة انا مش هلم عشان انا حضرت لوحدي. طب وبصي انا ليه؟ قصدك ايه يعني؟ هلم انا ولا ايه؟ ما قصدش حاجة، وبعدين ما تلمش ليه يعني؟ بس انتي وهو لموا الدور، خلاص انا اللي هلم. على فكرة كل مرة بتقولي كده وبعدين بتدبسيني انا فيها، يا ريت تفضلي فاكرة انك قلتي انك انت اللي هتلمي. سيبكم من الكلام ده دلوقتي، المهم هتفطروا ايه بكرة عشان اشتري الطلبات وانا جاي. والله ما انا عارفة لسه. اقول لك سيبي الفلوس وانا هنزل الصبح مع مروة نشتري كل حاجة. الله أكبر الله أكبر. يا عمر يلا عشان ننزل نصلي الفجر تحت في الجامع. سلام عليكم. انا كمان هقوم اصلي وانام. مروة ما تنسيش تلمي السفرة. ما هو ده المتوقع طبعا يعني. الو السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا سعاد عامله ايه؟ انا وفاء. وفاء كل سنه وانت طيبه. عامله ايه وانت طيبه يا حبيبتي؟ ازيك؟ الله يسلمك يا روحي. بقولك ايه، انا نازله اشتري شويه حاجات من السوق، هتيجي معايا؟ انا كمان محتاجه حاجات كتير قوي. خلاص يبقى نتقابل بقى بعد ساعه في اول السوق قدام سيد الجزار، عارفه؟ طبعا. بس ما تنسيش تجيبي مروه معاكي لحسن دي وحشتني موت وعايزه اشوفها. مروه مروه لا اصل هي نزلت راحت الكليه كده. خساره، كان نفسي اشوفها. يلا مفيش نصيب، اقابلك بعد ساعه بقى. مع السلامه يا حبيبتي. مصطفى يا مصطفى. ايه كل ده صوت؟ انت بتنادي على واحد في الشارع اللي وراكي، انا اهو جنبك. كويس، يعني سمعت المكالمه وعرفت اني نازله. يلا وفرت عليا، ايدك بقى على 200 جنيه. طب وفري عليا انت كمان وخليهم 150 بس. لا ما ينفعش، 200 جنيه ما ينقصوش جنيه، دول يا دوب يقضوا. طيب خدي يا ستي اهم. هتاخدي معاكي مروه؟ لا اصل وفاء جايه معايا وانا مش بحبها تشوف مروه، بصراحه بخاف عليها من الحسد. بس كويس انك فكرتني ان انبه على مروه ما تردش على التليفون لو شافت نمره وفاء. اصل انا قلت لها ان مروه نزلت الكليه. كنت قلت لها مش هجيبها وخلاص، مش لازم كدب يعني. يا اخويا ما تكبرش الموضوع، دي كدبه بيضه. ازيك يا سعاد؟ ازيك يا وفاء؟ عامله ايه؟ الحمد لله. لله يا وحشه ما شفتكيش المده دي كلها. مشاغل والله يا وفاء، انت عارفه بقى شغل البيت والعيال والزحمه والحياه بقى انت عارفه. قبل ما انسى بقول لك في 50 جنيه كده كنت عايزه اخليها معاكي، تبقى بعيد كده على جنب، علشان انا عايزه اجيب طلبات البيت وبصراحه مش عايزه اصرف كل الفلوس، عايزه احوش شويه كده. المهم هنجيب ايه الاول؟ خلاص ما دام احنا كده في اول السوق يبقى نجيب اللحمه الاول. طيب هنجيب بقى من عند المعلم سيد ولا من عند المعلم ربيع؟ اقول لك سيد احسن، اهو واخدين عليه وحاجته نظيفه ورخيصه في نفس الوقت. يا اهلا بالهوانم، نورتوا المحل. كل سنه وانتم طيبين. طلباتكم يا هوانم. وانت طيب يا معلم. انا بقى عايزه منك كده كيلو ضاني ونص مفروم على ذوقك. وانا اديني كيلو ضاني. ها يا معلم هتحسب لنا الضاني بكام؟ انا بالصلاه على النبي هديكوا الضاني عشان خاطر عيونكم ب40 جنيه والمفرون ب30 جنيه. 40 ايه و30 ايه اللي انت بتقوله ده؟ ده انا لسه جايه من عند المعلم ربيع الجزار وكان عايز يديني الضاني ب35 والمفروم ب25. انا اللي مرضتش وقلت لا احنا متعودين على المعلم سيد. جرى ايه يا معلم؟ انت هتغلي علينا ولا ايه؟ ايه اللي انت بتقوليه ده؟ بقى المعلم ربيع بيبيع بالاسعار دي؟ ده جنن ولا ايه؟ يعني ايه يا معلم سيد؟ قصدك ايه؟ قصدك ان انا بكذب ولا ايه؟ حاشا لله يا مدام، بس السعر اللي بتقوليه ده صعب شويه في الايام المفترجه دي. خلاص يا معلم سيد، نمسك العصايه من النص، تحسب لنا الضاني ب35 والمفروم ب25 وخليها شويه عليك وشويه علينا. والله ما ينفع يا ست وفاء. بس ما يخلصنيش برضو تمشي وانت زعلان. انا هجيب لك كل الحاجات دي. شكرا يا معلم سيد.
مش كنا جبنا من عند ربيع اوفر؟ افر ايه عبيطه، ده بيبيع الضاني ب45 والمفروم ب35. ايه ده؟ امال ليه قلت لسيد كده؟ مشي حالك يا وفاء، دي كدبه بيضه. يلا يا مروه يلا هاتي بقيه الاطباق من المطبخ بسرعه لحسن الاذان قرب خلاص. حاضر يا ماما. ايه ده؟ ايه الريحه دي؟ ماما اوعى تكوني عامله لحمه ضاني. ضاني؟ ضاني ايه يا حبيبي؟ لا دي ريحه التوابل الجديده اللي انا جبتها النهارده. سعاد انت جبتي نعم. طلبات النهارده بكام؟ اصل يعني بقى معاكي فلوس؟ حاجه كده. لا ده يا دوب قضوا. ايه ده؟ يا ترى مين اللي جالنا دلوقتي؟ ده خلاص الاذان هيبدا. وفاء ازيك يا حبيبتي؟ خشي اتفضلي. لا مفيش وقت، الاذان خلاص قرب. مين؟ الاستاذه وفاء. اهلا اتفضلي يا استاذه. ازيك يا استاذ مصطفى؟ ما يصحش كده تقفي على الباب، اتفضلي. اصلي مستعجله، انا بس افتكرت اني مسافره بكره مع عصام البلد، فقلت اجيب لك الفلوس اللي سبتيها معايا. يا وفاء شكرا يا وفاء، انا فعلا اصلا نسيتها معاكي. كدبه بيضه برضو يا سعاد. ماما اجيب اللي ايه ده؟ طنط وفاء عندنا. ازيك يا طنط؟ ازيك يا حبيبتي؟ عامله ايه؟ جيتي امتى من الكليه؟ كليه ايه؟ انا اصلا ما رحتش النهارده. اسكتي، مش هي طلعت نايمه وانا كنت فاكراها انها نزلت الكليه يعني. كدبه بيضه برضو يا سعاد. مش يا بيضه بقى يا مصطفى. يلا يا ماما فاضل 5 دقايق على الاذان. ايه ده؟ طنط وفاء ازيك عامله ايه؟ لازم تفطري معانا النهارده بقى. انا اروح اتكلم انكل عصام يجي هو كمان. لا استنى، خليها يوم تاني، مش هينفع النهارده. وبعدين انتوا طابخين زينا النهارده، خليها مره تانية تكونوا عملتوا حاجه مختلفه. اصل انا برضو طبخه ضاني. ضاني ايه يا طنط؟ قصدك الريحه؟ لا دي توابل ماما جايباها. توابل ايه؟ دي لحمه ضاني انا جايباها مع سعاد الصبح. شكرا يا ماما على التوابل. الاذان. يلا عشان نفطر. سعاد هو انت صايمه؟ صائمون والله أعلم. صائمون والله أعلم. صائمون والله أعلم. صورها لكم نبيل العسقلاني، أميرة بدران، مريهان عبد المجيد، أشرف يحيى، مجاهد شارع، باسل سمير، نهاد عبد العليم، ومها الكيال. فكرة محمد خليل، كتبها لكم دينا جمال، هبة محمد، ورضوى عزت. الهندسة الصوتية عبد الله فرج، وأخرجها لكم محمد خالد.